مستويات إبراهيم دياز أنا عجبني، ونقول علاش إبراهيم دياز رضا بدور ثانوي في ريال مدريد كاحتياطي لعب، خاطر جود بيلينغهام لم يكن موجود في تشكيلة ريال مدريد. مش رضا شنو رضا؟ مش رضا شنو معناها أغرم على الرجوع ريال مدريد. أغرم باهي أرغم باهي، لكن يلعب احتياطي، كان يلعب عماول كأساسي. خاطر هو كان جيش دور هام بالضبط. لا كان جي شوا عنده راهو قعد في الميلان. إبراهيم دياز تألقه ممكن في كل ما يلعب يؤكد أنه لاعب مهم، وأنه لاعب عنده إمكانية تألقه يبعده أكثر على منتخب المغرب حسب رأيك، يبعده يخلي ريال مدريد يتشبث بخدمات إبراهيم دياز خلال منافسات كأس أفريقيا للأمم اللي تبدأ نهار 13 جانفي تنتهي نهار 11 فيفري، وفترة حساسة للأندية الأوروبية. شوف أمين، نعطيك رأيي أنا نتصور يعني الروندمون بتاعه ما عنده حتى علاقة باش يمشي معناها باش الريال ولا يمشي يختار اسبانيا ولا يبدل المغرب. الشواء صعيب برشا مادام ما جاش في القائمه هذه. ما نتصورش بين ليله وضحاها في الليسته تاع كوب دافريك باش تلقى ابراهيم دياز. نتصور راهو الاختيار صار، وانه بالنسبه للكان ماهوش يكون موجود مع المنتخب المغربي، لكن نتصور بعد باش يكون موجود مع المنتخب المغربي. ونحن نعرفوا اللي هو يحب ينضم للمنتخب المغربي، لكن فريقه الريال يعارض الفكره، وذا كان على لسان محمد مقروف الناطق الرسمي باسم الجامعه الملكيه المغربيه تقريبا منذ 3 أسابيع ولا شهر معنا كم. دونك تألقوا حسب رايك انت تو في الفتره هذه، وتاكيده انه لاعب عنده امكانيات وينجم يكون لاعب مهم في ريال مدريد رغم صعوبه المهمه وجود جود بيلينغهام في تشكيله كارلو أنشيلوتي. هذا كله كابتن يبعد إبراهيم دياز حسب رايي على المغرب. شو هو ويكون وقتي كما قال محمد، وقتي لا اكثر ولا اقل. وانا يعني الحديث اللي قام به كارلو أنشيلوتي قبل المباراه وقت قالوا له انت شنو عندك ضد ابراهيم، قال ما عندي ضد حد شيء معناه. وبعد المباراه قال معناه انا كنت غير منصف مع ابراهيم دياز، ولكن لازم افهموني صحيح المره الجايه باش نعطيه اكثر وقت لعب، ولكن افهموني راهو لي دون لو ميم بوست كو بيلينغهام معناه. هذا هو معناه فما تفسير اكثر ولا اقل معناه. قال انا ما عندي ضد حد شيء، ولكن عملت في نفس السياق معناه. هو ليس بمفاجاه بالنسبه لي انا. قال خاطر قالوا له الاداء والاهداف، وقال لهم اذا بين الاداء والنتيجه اختار النتيجه، وان كل مدرب في العالم المقياس الاول والاخير والمعيار الاول والاخير هي النتيجه. اذا كارلو أنشيلوتي يقول لك المعيار الاول والاخير هي النتيجه، وراهو المدرب في العالم اجمع 99% يحكموا عليه على النتيجه. كان في تونس خويا انتم تتكلموا على الريال كابتن، نقارنوا ساعات شويه. خلينا في الريال كابتن. انا اخي ما جاوش كابتن مدربين في تونس ويربحوا بعد يقول لك وين الاداء. شكون؟ شو وصارت في تونس. تو انت جبت لي الحكايه بالسيف معناها كيما الكركاره اللي يصطادوا بها كل شيء يهزوا الصغير الحوت وكذا. معني شو قلت معناها اذا ربحت انت سي امين جلنزت درب في جمعيه، اذا ربحت يقول لك النتيجه من غير اداء. اذا عملت اداء باهي يقول لك شنو هو الاداء ذي نحبوا بالنتيجه. ما نحبش ندخل في الامور هذه ونحترم الناس الكل وما عادش نحب نغوص فيه الموضوع هذا. وقت كارلو أنشيلوتي ما ادراك اللي بيتيتر الى باتيو لو ريكورد تاع اليكس فيرغسون دون ليستوار دي فيكتوار في لي كوب اوروبيان وسوميتي وكذا. يجي يقول لك انا نختار النتيجه على الاداء. انتهى الموضوع. واضح. به فريق عيسى العيدوني يونيون برلين يعيش فترة صعبة جدا. تقول جبت كيب بدلت ليكيب اللي كانت تلعب عمناول في البوندسليغا وحتى وصلت انه تلعب على اللقب. محمد يونيون برلين عنده 12 هزيمة على التوالي، والبارح عمل تعادل، يعني 13 مباراة دون انتصار. تعادل 1-1 انا البارح. توقعت ان يونيون برلين يخسر المباراة، لكن انقذ الموقف والحقيقة قدم مباراة نوعا ما محترمة ضد فريق نابولي الإيطالي. شنو صاير في يونيون برلين؟ علاش الأزمة متاع وفي البطولة مين روليغابل 6 نقاط في 10